السعودي. والله النصر يبغى له صراحة يعني مجهود شوي، يعني لازم يطور من نفسه صراحة بالكفاءة واللعب، يعني أساس يثبت يعني قدام الهلال على أرض الملعب. لكن إن شاء الله أتوقع إن شاء الله تكون نصراوية بإذن الله، ممكن 2-1 النصر. إن شاء الله حماس حتكون بكرة مباراة وأتوقع النصر ترى حيجيب نتيجة مع الهلال 2-1 للنصر. والله إن شاء الله تكون مباراة جميلة جدا من الطرفين، وأتمناها أن تكون من نصيب فريقي، فأنا نصراوي عالمي، ولكن يعني أريد أن أرسل رسالة للعيبة نادي النصر. ليس مهم أن نحصل على الدوري هذا السنة، خاصة أن احنا أخذناه سنتين متتالية، لكن الأهم البقاء على هيبة النصر، ثقافة الفوز، الفريق ذو البطولات، هذا اللي يهمنا. وإن حصل بكرة الدربي يا سلام، خلونا نطقطق على راحتنا، خلونا نمزمز. دائما الهلال بوابة النصر، دائما تابع العام الدوري كان عن طريق الهلال، قبل العام الدوري عن طريق الهلال، الكاس عن طريق الهلال. احنا النصراويين متفوقين على الهلاليين انهم بوابتنا. اتمناها نصراويه واتوقعها نصراويه مشيئه الله. اذا ان شاء الله النصر في يومه بيفوز، صدقني بيفوز، حتى لو كنا سيئين حنتعادل، الهلال لن يتعدى. والله مباراه حاسمه صراحه للنصراويه، يعني راجعين متاخرين كثير بالنقاط، بس نتمنى لهم الخير يعني. والهلال فريق متكامل الان، بس نتوقع النصر ان شاء الله بياخذها ان شاء الله 3 نقاط، 2-0 للنصر. لا بسيط، النصر ما يخاف عليه ان شاء الله، ما يخاف عليه ما دام في موجود ابو تركي، ان شاء الله راجع النصر ان شاء الله. دائما ما يكون حاضر قدام نادي الهلال، وان شاء الله مباراه كبيره، وستوقع النصراويه باذن الله 1-1. بننافس يمكن باسيا، الدوري نعتبره ان شاء الله اهلاوي، مع اني انا ما اتمنى له النصر، بس اتمنى له الاهلي يعني. والله بإذن الله بيكون ديربي يليق بالكرة السعودية إن شاء الله. فريق الهلال فريق كبير، وفريق النصر فريق كبير، تذبذب في المستويات كلا الفريقين. الهلال قاعد يحصد النتائج، النصر في تعثرات. إن شاء الله بإذن الله يقول التوفيق للهلال ويكمل النقاط، ال3 نقاط ياخذها إن شاء الله، وبإذن الله 4-0. والله شوف، النصر أنا زي ما قلت لك عيد وكرر في أسوأ حالاته وأسوأ مستوياته قدام الهلال، ما يحتاج، هذا الديربي يعني من 30 ل 40 سنة يعني. فإن شاء الله نقول بإذن الله أن الفوز للهلال يعني، ولا النصر صراحة ينخاف منه. المباراة صراحة بتكون صعبة يعني، التوقع تعادل، الأمنية الفوز يعني. لا ماني خايف، الهلال بكامل نجومياته إن شاء الله. الهلال يعني راح يطلع بمستوى ان شاء الله مقتنعين فيه، والجماهير ان شاء الله واثقين، واحنا قلبا وقالبا مع الهلال. توقعات ان شاء الله نقول 3-2. التاريخ يتكلم عن اساس المباراة بين الفريقين هذه لا تخضع لاي ظروف. النصر له اسمه الكبير، والهلال ايضا له اسمه الكبير، فبالتالي ايا كان موضوعهم في ترتيب الجدول الدوري هذا ما راح يأثر على قوة المباراة والحماس اللي راح نشوفها إن شاء الله. والله التوقع صعب، بس عطفاً على نتائج الفريقين في المباريات الأخيرة طبعاً أتوقع قد يكون كفة الهلال ترجح في المباراة هذه.